اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. انا محمد حرفوش ودي قناة في الدولاب. الجو اليومين دول غريب جدا، ما تعرفش هو صيف ولا شتاء، ما تعرفش الجو عايز مننا ايه بالظبط. النهاردة هنعرض مع بعض طرق مختلفة خلال اسبوع كامل بين كلاسيك وكاجوال ينفع معاك لحر الصبح وبرد الليل. جهز نفسك واستمتع معانا بالاوتفيتس دول، ويلا بينا على اول لوك. مفيش اتنين مهما كان توجهاتهم وفكرهم يختلفوا على ان البساطة هي كل الجمال. معروف ان اللبني بلون صفاء السماء لما يدخل مع الابيض بيدي راحة وهدوء للعين مش طبيعي، واحنا عموما توجهنا هو بساطة التلاتينات مع قصة الألفينات، فلازم يخرج بالشكل ده. القميص اخترته لامبرت مع بنطلون زارا مع كوتشي فريد بيري. طلع في الآخر ده الشكل النهائي للوك الأولاني. يا رب يعجبكم. يلا بينا على تاني اوتفيت معانا. يوم الحد اخترت بنطلون لون ارمي او زيتي او اويل، بنطلون زارا. البنطلون ده انا دلوقتي من محبينه جدا جدا، بيدي قيمة جامدة جدا للاوتفيت وبيوديه في حتة تانية خالص. واللون ده بالذات تحديدا رائع ويليق على اي حاجة. يعني ينفع البنطلون ده يتلبس على ابيض او على اورنج زي ما هنلبسه كده. ده تيشيرت اوفر سايز اوف وايت تحفة، اسم الماركة اوف وايت، رائع وفي اللبس رائع. وده كان الشكل بتاعه. طبعا عشان تلبس الطقم ده ويظبط معاه لازم زي ما متعودين على شوز يكون عالي شوية. في ناس ما بترتاحش في النوع ده من الشوزات، ولو انت من ضمن الناس دي ممكن تلبس برضو بنطلون كارجو بس يكون مقفول من تحت زي ما موضح كده في الصورة، ويطلع برضو بنفس الطريقة دي وتلبس عليه الشوز اللي انت عايزه يكون واطي شوية ويظبط مع الطقم برضو. بس اهم حاجة ان انت يكون مقفول من تحت وتبين الشراب. عموما اللبس ملوش قواعد، ولكن التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتظهرك وبتخليك شكلك مميز عن اللي حواليك. وده كان الشكل النهائي للأوتفيت. يا رب يعجبكم. يوم الاثنين، اليوم ده كان برد وبصورة واضحة، فقررت البس شميز يكون خريفي او ربيعي شوية، يعني تقيل شوية، مع بيزك ابيض. طبعا البيزك ده اساسي اساسي في الصيف، ولازم يكون طري ويكون خامته قطن 100%، وتأكد قوي من النقطة دي. الكارو ده عموما موحد وبقاله فترة طويلة، هو تايمليس، مش بيروح. الموضة دي مش بتروح تقريبا من الستينات ولسه متواجدة زي ما هي. اخترت البسه على بنطلون زيتي كارجو، واخترت البس معاه او اخد معاه للحماية يعني السويتشيرت او الهودي البولمبير ده زي الايرباك في العربية كده، ده للحماية بالليل. وده كان النتيجة النهائية. اظن الاوتفيت ده بالذات مختلف وشيك وبرضه عملي جدا جدا. اتمنى يعجبكم. الطقم ده بالذات كنت مبسوط بيه جدا جدا، لدرجة ان انا فضلت اتصور بيه كتير فيديوهات وصور لانه فكرني بذكريات 2008. ويلا بينا على الاوتفيت اللي بعده، وده
كلاسيك شوية، وينفع معاك لو انت عندك شبكة او كاتب كتاب او يعني خطوبة مثلا الصبح كده. ده اوتفيت كلاسيك، واخترت معاه يكون لوفر لون بني بيلمح شوية. انا حسيت وانا لابس الطقم ده ان فيا كده ايه زي روح يعني ايطالي شويه. عموما انا مش بلبس الطريقه دي من اللبس، ولكن بصراحه كان عاجبني جدا جدا وكنت لابسه وانا مبسوط. ده كان الشكل النهائي للاوتفيت. مش عارف كده وانا لابس الطقم ده يعني حاسسني روبرتو دونيرو، حاجه كده فيها من فينيسيا، من جو ايطالي. فاضل بس البايب وامشي وانا حاطط ايدي في جيوبي كده، وانتهى على كده. اليوم اللي بعده بقى ده انا، ده الصيف، ده طريقة ذوقي. الشميس ده روعة ولونه مبهج جدا، مع الفانس ده باللون ده بالتحديد، مع بانتس ليفايز. ده مش محتاج كلام، ده محمد حرفوش وطريقة لبسه بالظبط. الطقم ده بالتحديد يعني بيمثلني شخصيا. اخترت عشان الحماية بالليل السويتر الخريفي ده. ده خامته جبردين خفيفة جدا، مناسبة قوي قوي للخريف والربيع. لو انت وصلت لحد هنا فأكيد في حاجة عجبتك ولفتت نظرك، ولو استفدت ولو حتى بمعلومة بسيطة أو حتى كان الفيديو مسلي بالنسبة لك، فدعمك لينا بيفرق وبيخلينا استمر برغم كل المجهود اللي بعمله. ولكن حتى على المستوى النفسي فأنا بتبسط، فما تحرمناش من دعمك. ولو تعرف حد من صحابك مهتم بالنوع ده من المحتوى، فياريت اللي انت توصل له الفيديو. نركز بقى شوية في الاوتفيت اللي جاي ده، لان الطقم ده بالتحديد ما هو الا فكرة. البنطلون ده بنطلون جاكن جونز جبردين سادة، درجة بيج غامقة شوية. هلبسه مع شميز زارا ابيض سادة. وعلى فكرة الشميز الابيض في الصيف لازم يكون موجود، يعني ما ينفعش يكون صيف غير بيه. هلبسه مع جليه سادة خالص، مناسب قوي للربيع ومناسب قوي للوقت ده. الطقم ده بسيط سهل شيك، قميص ابيض جيلي جراي مع بنطلون اوف وايت. هلبسه مع لوفر بيج. وده كان اخر طقم مش محتاج وصف، دعونا نستمتع فقط. ما تنساش تدعمنا على التيك توك والانستجرام والفيسبوك، واستنونا في حلقات جاية كتير. سلام.